الشعر ده مش معمول بمكوى، الشعر ده معمول بالفرشه الايونيه الايقونيه بتاعت شي ام بي. نسيت اقول لكم شيري امبري بقت شي ام بي ولسه بتعمل الفرشه الايونيه اللي بحبها. يلا نعمل شعري. الفرشه فيها درجات حراره لحد 450، انا بستخدم 390 وساعات بعلي لحد 420. بلم الجزء اللي مش هعمله دلوقتي بشعري بالكليب اللي بيجي في العلبه مع الفرشه، وبلبس جوانتي الحراره اللي برضو معاها. الفرشه بتشتغل على الشعر الناشف او الرطب، يعني ما تعمليش شعرك وهو لسه مبلول. الحل بالنسبه لي ان انا بستحمى وبغسل شعري اليوم اللي قبله، وبعدين بسيبه ينشف خالص وتاني يوم بعمل شعري. انا مش مجريه الفيديو خالص وبوريكم الوقت الحقيقي اللي بعمل بيه شعري. بمرر الفرشه عليه مرتين، مره من فوق ومره من تحت عشان يتفرد. بعد المرتين بتوع الفرد انا بحب اعمل مره ثالثه كده، بس بقوم لفه شعري زي ما اكون بلفه بالكيرلر بالراحه عشان في الاخر يدي كيرلية لذيذة كده تحت. احسن حاجة في الفرشة ان احنا نقدر ناخدها من الروتس، يعني من جذور الشعر. وطبعا لو انت شعرك كيرلي ما ادراكي ما هي الجذور، اللي هي اكتر حاجة ممكن تغلبك واول حاجة ممكن تبوظ لو انت ما بتعمليش شعر بحاجة تقدر تمسكي بيها الجذور. ده شعري من غير الفرشة وده شعري بالفرشة. الطول ده وقلة الهيشان دي اكتر حاجة بحبها في الفرشة دي. الفرشة فيها مولد ايونات بيقلل الهيشان وكمان بيدي لمعة للشعر، وانا شايفة ان ده مناسب للناس اللي شعرها كيرلي، سبيشالي الناس اللي بتحب الفوليوم زي بس من غير هيشان. شي ام بي عاملين بينك فرايداي خصومات لحد 65%، وكمان الكود بتاعي بيدي 5% اضافية.